الله. Good boy. Good boy. Good boy. انه لا يخضع. تنضف يعني تنضف اهو. اهو ما فيهوش حاجه. ابن هوجو يا جماعه، ابن هوجو جه، هو الاستاذ اللي انا منيمه في الشمس غصب عن عينه ده. الكلب لسه جاي، عنده بس شويه مشاكل سلوكيه، وباي ذا واي ده الكلب اللي هنعمل عليه المسابقه. فلو انت عايز تعرف عن المسابقه اكتر خليك معايا، بس تعالوا انا قلت هنتفرج عليه مع بعض. تعالوا نشوفه ونشوف اخلاقه. الكلب ما يعرفنيش، مش عايز يتحرك معايا خالص، يعني حتى الليش هو لسه متعود عليه من يومين. وهنحط له حاجات للحشرات ويلا نشوف هنعمل معاه ايه. وبعد ما هنظبط كل حاجه فيه ونشوف لو عنده اي مشاكل سلوكيه، عشان ان شاء الله لما يروح بيته الجديد الكلب يبقى بيتعامل كويس يعني، ومفيش اي مشاكل، وابقى مطمن عليه اكتر. هخليه معايا اسبوع قبل ما هطلعه ان شاء الله. يا جماعه ده هوجو وده ابن هوجو. المعلم بالاسم مبدئيا خالد، ده اللي قلت لكم اللي رديت على كومنتات. انا لسه ده اول فيديو اقول ان انا هعمل مسابقه على خان ان شاء الله، واكتر حد هيبتدي يتفاعل معانا هيعمل لايكس كتير، هيتفاعل على كل الفيديوز وهشوف الكلام ده، هيتفاعل على كل البوستس على الفيسبوك. احنا فيسبوك، تيك توك، يوتيوب مستر هوجو، انستجرام مدحت الحسيني. يعني انا لسه مش عارف الشروط بالظبط ايه، ممكن اكتبها لكم في كومنت، وممكن اقول لكم دلوقتي مثلا مبدئيا. في واحد ورا الكاميرا عايز يتعرض. ثبته ثبته ست اقعد. الواد قاعد بيضحك على الفل. خلاص قلبك ابيض اقسم بالله. هقلعك الهدوم يعني، مش هخليه يسوي يعني. بص هخلي هوجو يقلعك التيشيرت يا عمر، اتفقنا؟ طب يا جماعه نكمل موضوعنا. خلاص يا هوجو قلبك ابيض. هوجو تعالى. هوجو خلاص يا بابا، خلاص مش هنقعد دلوقتي. لف ست. طب يا جماعه نرجع. بصوا ابن هوجو ما شاء الله مش سامح لابوه يقرب. ايه دي يا ابن هوجو يا صايع يا قلب، ما شاء الله. تعالى يا هوجو لف ست ما شاء الله. احنا قلنا مسمينه مبدئيا خان، وهنشوف هنعمل ايه. انا عايز هتختار الفيديو اللي انت عايزه من على الصفحه، من تيك توك او يوتيوب او فيسبوك او انستجرام، اللي هيعجبك. الانستجرام انت لازم تعمل فولو، ولازم تعمل فولو على ال4 منصات، او تعمل متابعه او تعمل سبسكرايب وات ايفر، مع اختلاف المسميات، عشان في ناس محنكه شويتين بتطلع تعلق على حاجات غريبه. فهتتابعنا على كل المنصات، هتعمل شير للفيديو اللي هتختاره، على الاقل 10 شير، عايز تقسمهم على اكتر من فيديو، وهتبعت لي سكرين بالكلام دوت، وهنعمل سحب على الناس اللي عملت الشروط كلها. وان شاء الله مبروك للي هيبقى خان. نبدا مع الكلب اللحظات الاولى ليه في البيت عندي. اول حاجه هعملها معاه ان انا هنضفه تنظيف جاف زي ما قلنا، وهنبتدي نشوف لو في اي حشرات او اي حاجه. انا مش هينفع ندي شاور دلوقتي، احنا في اول فبراير، فشويه بس كمان هياخد على البيت ومناعته تتاقلم مع البيت، وهنبتدي نديله شاور وهنصوره برضه. الكلام ده كله انا هحاول اعمله قبل ما اطلعه لبيته الجديد، عشان يبقى رايح الكلب عنده شويه فهم شويه. الكلب عنده شويه مشاكل مش هنقول عليها نفسيه، مشاكل سلوكيه شويتين. ان شاء الله الاسبوع اللي هيقعدوا هنا هيبقى كل حاجه اتظبطت، وخليكم متابعين. ويلا ننضف خان. مش عارف ايه خوفه دي. يلا ننضف. خان قوم يلا بطل انتخ. ايه الله. انا عايز انضف هنا يا خان. بص يا خان، احنا دلوقتي مش بنتخانق يا معلم. هو انت هتنضف يا عم، هتنضف والله العظيم. الناس اللي بتنضف
ايوه يا شاء الله. ايوه يا شاء الله. دي تالت تعويرة يا معلم، دي تالت تعويرة. يا نهار اسود، انا نسيت يا جماعة التعوير بتاعت الجراوي دي من قرن من الزمن وحياة ربنا، هي اتخرمت بقت مصفى. ايه عدة دي؟ ايه عدة دي؟ انت طالع غبي كده ليه؟ مش بعض ده، مش بعض. بص انت معفن ازاي وعمال تطلع تراب ازاي؟ شايف العفنة؟ انا مش عايز اغصب عليك. هو يلا جوه جوه عشان انا بعلمه لسه جاي جديد، انا خليك تعرف عليه براحتك. صح، انا سميته مبدئيا خان، بس انا مش عارف الموضوع هيستقر على خان ولا لا، لان انا من شويه لقيت نفسي بقول له يا خفرع، قبلها بقول له يا خوفو، معرفش دي ارواح الفراعنه جايه معانا في الموضوع ولا ايه، فخليها بظروفها. لو انتوا عندكم اقتراحات للاسامي غير اللي انا قلتهم دول قولوا لي، ولو في اسم من دول عاجبكم برضو قولوا لي. خان 3 شهور ونص، قول ما شاء الله لا قوة الا بالله. ولو مهتم بالمسابقة اعمل الشروط اللي قلنا عليها وربنا يبارك، الكلب هيبقى من نصيبه. انا مدحت الحسيني وده مستر هوجو على كل المنصات ما عدا انستجرام. تابعونا واعملوا لايك كتير واشوفكم على خير، سلام.